يا جماعة، ازيكم؟ وصفة النهاردة حلوة قوي وسريعة، في نص ساعة بس هنكون عملنا احلى اكلة. صدور الفراخ بصوص الديمي جلاس كلها في طاسة واحدة وبنص كيلو فراخ بس. انا قدمتها مع مكرونة وايت صوص، ممكن تقدموها مع رز ابيض بتكون حلوة قوي برضو. قبل ما نبدأ الوصفة، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هند ودي قناتي، ويلا بينا نبدأ الوصفة. معايا نص كيلو من صدور الفراخ المخلية، مغسولة كويس ومتنشفة. انا عايزة القطعة كاملة زي ما هي، بشيل بس الحتة الصغيرة اللي من تحت دي بالشكل ده، وهضيف عليهم نص معلقة صغيرة ملح وفلفل اسود وبابريكا. بتبل بيهم الفراخ كويس قوي وبسيبهم على جنب. هنا بقى عندي طاسة سخنة، هنزل بمعلقة زيت ومعلقة كبيرة زبدة، وبنزل بالفراخ وبسيبها تاخد لون حلو من كل ناحية. بعد كده هخرجها في طبق. هي كده استوت 3/4 سوا، لان هي هتكمل تسوية مع الصوص. في نفس الطاسة بقى بضيف بصلة متوسطة متقطعة شرايح، بقلبها لمدة دقيقة كده. بعد كده بنزل بمعلقة دقيق وبقلب كويس. دلوقتي بقى هضيف معلقة من صوص الديمي جلاس، هو متوفر في كل السوبر ماركت. هدوبه مع شوية مية وهنزل بيه على البصل والدقيق، هديهم تقريبا مع بعض كده ياخدوا غلوة وريحتهم تطلع. هرجع دلوقتي اضيف الفراخ تكمل تسوية تاني مع الصوص. هغطي عليها وهسيبها 10 دقايق على نار هادية. كده كانت استوت. هزود عليها كوباية كريمة طهي، تقليبة كده وبطفي النار عليها. بسيبها تبرد خالص قبل ما اقطعها. دلوقتي بقى هبدأ اقطعها شرايح. ريحتها رهيبة، مستوية حلوة قوي. وصفة سهلة وسريعة وكلها في طاسة واحدة. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي. واشوفكم بخير في فيديو جديد.